اهلا وسهلا يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ رمضان مبارك سعيد وبصحة فطوركم. اليوم غادي نشارك معكم الشوربه اللي طلبتوها مني بزاف تاع البنات اللي طلبوها مني في الواتساب. باللي قلت لهم غادي ندير الشوربه تاع السفه، غنديرها مرقه. بزاف قالوا لي سيها مش شاركيها معنا، ما كنتش قاعده دايره على هاد لا فيديو. وملي طلبوها مني البنات فقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. المهم البنات، هنايا غادي ندوز مباشره باش نصاوب معكم الشوربه. هنايا البنات، عندي اللحم ديال البكري. انا هنايا درت اللحم تاع البكري، و اي يعني حتى اللحم ديال الغلمي تقدروا ديروه. هنايا عندي واحد الكميه ديال اللحم، واحد 100 غرام، وعندي نص كاس ديال الزيت، وعندي هنا الشوربه ديال السفه، وعندي مطيشه ديال الحك مغرف كبيره. وفي التوابل عندي سكينجبير، الخرقوم، الفلفله، شويه ديال القرفه، آه الاخر التحميره والملحه، ممكن الزعفران. هنايا البنات درت داك نص كاس ديال الزيت. هنا درت انا زلافه ديال الشوربه. غادي ندير اللحم ديال البكري وغادي نخليه يتقلى شويه. هنا البنات ماشي غادي ندير التوابل، هنا زيت الملحه لانني حطيتها مع العطريه. صافي هنايا درت اللحم يتقلى شويه، صافي كبيت عليه من بعد ما تشحر شويه. كبيت عليه البصله والقزبر والمعدنوس ومطيشه، راني طحنتها قدامكم. درت واحد الكميه صغيره، يعني حبه مطيشه وحبه بصله، وواحد الكميه ديال البصله تاع القزبر عفوا والمعدنوس. صافي حركت كلشي ودرت التوابل. درت معلقه صغيره سكينجبير، الخرقوم، الفلفله، التحميره، وشويه ديال القرفه وزعفران. عاودت لكم المقادير. المهم البنات، صافي حركت هنا كلشي والملحه. حركت هنا كلشي وخليتها طيب، خليتها تصفر، وخليت الشوربه كلشي حتى طيب. صافي البنات خليت الروا كيطيب. هنايا دزت باش نصاوب معكم بيتزا. يعني الطريقه نيشه، راه بزاف تاع الفيديوهات اللي حطيت فيهم بيتزا. هنا البنات درت زلافه ديال الفينو، وزوج زلايف كبار ديال الفورس، ودرت نص كاس ديال الزيت و ديال الزعتر، حكيته ما بين يديا، والملحه والمعجونه. صافي البنات خلطت بالماء دافي، خلطت كلشي. صافي هنايا خلطت العجينه، غادي نعجنها عادي. صافي هنايا خليتها تختمر واحد 15 دقيقه ونرجع معكم. هنايا البنات خليت العجينه تطلع. وصافي هنايا جيت هنايا درت هنا زوج فلفلات كبار، زوج بصلات، وصافي درتهم يتشحروا فوق البوطه. هنايا راني موجده يعني داكشي اللي غادي نحتاج، الكفته والفرماج وهنا في التوابل درت شويه ديال السكينجبير، شويه الفلفله، الملحه، التحميره. صافي غادي نحرك كلشي حتى هبطت الفلفله والبصله. هنايا ضفت عليها الكفته. المهم صافي هنايا تقدروا تضيفوا عليها اي حاجه. انا هنا اختاريت الكفته، صافي خليتها تشحر مع الكفته. صافي وجدت الحشوه. صافي هنايا قسمت البيتزا. هنايا درت 4 ديال البيتزات ووحده صغيره. قالت لي بنتي والو ديري ليا بها البطبوط. اول مره الا سمعتوها عجينه البيتزا درت بها البطبوط. ايوا صافي هنا غادي نشاركو معكم. هنايا صافي درتها في الصينيه، سرحتها وتقبتها مزيان بالفورشيط. ايوا صافي هنايا درت لاصوص. هنايا لاصوص البنات ماشي خدمتها، لاصوص نتاع الكرتون درت. ايوا صافي غادي ندهنهم مزيان على سطح العمل هكذا، على بيتزا كامل الوجه ديالها ندهنو. ايوا صافي غادي نعمر من فوقها الحشوه. الحشوه راني شاركتها معكم. ايوا صافي غادي ندير فوقها الحشوه. ملي غادي نسالي غادي نزينها بالزيتون مقطع. انا هنايا اختاريت الزيتون كحل، وانتم على حسب الاختيار. كيبقى لكم الاختيار، كاين اللي كيبغيه كاين اللي لا. ايوا صافي البنات، هنايا كيف كتشوفوا راني بديت كنعمر. هنايا عمرت البيتزا. ايوا صافي غادي ندخلها للفران وانا معكم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر. دخلتها للفران، وهنا غادي نشارك معكم البطبوط اللي درتو راه كيطيب. هيا البنات صراحه جاو زوينين واخا العجينه نتاع البيتزا. ايوا صافي من بعد ما خرجت البيتزا من الفران طابت. هنايا غادي درت الفرماج ودخلتها للفران تاع داب الفرماج. ايوا صافي هنا كيف كتشوفوا البنات راني كنقصها. هنايا اختصرت لكم شويه الفيديو باش ما يجيكمش
طويل. شوفوا الصراحه كتجي بيتزا رائعه البنات. ايوا صافي البنات، هنايا دزت باش غادي نصاوب العصير. هنا راه قريبه اذن المغرب. هنايا درت 4 ديال البنانات، واحد التفاحه و6 ديال التمرات. هنايا قصيت كلشي ودرتو نص لتر ديال الحليب. ايوا صافي درتو تطحن مزيان في المونينيكس. من بعد ما غادي نطحنو مزيان، غادي نضيف واحد دانونه بنكهه الفاني، وغادي نضيف 2 معالق ديال السكر. ايوا صافي واحد العصير البنات كيجي رائع البنات، جربوه. راني خليت لكم الوصفه نيشان في القناه، راني كنت حطيته قبل من هذا الفيديو، حطيته لكم. المهم البنات واحد العصير كيجي رائع، العصير طبيعي وصحي البنات. المهم واحد العصير كيجي رائع. هنايا البنات ضفت عليه 2 معالق ديال السكر وواحد دانونه بنكهه الفاني. ايوا صافي البنات، هذا هو العصير اللي شاركت معاكم. ايوا ها هو البنات، صراحه كيجي خاتر وكيجي رائع البنات، جربوه وردوا عليا الخبر البنات. ايوا صافي هنايا البنات المغرب راه قريبه تاذن. هنايا غادي ندوز باش ندير الشوربه. هنايا راه الروا برد يعني بزاف ملي طفيت لها. ايوا صافي هنايا درت الشوربه ودرت معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك وضامت البنه. صافي حركت كلشي البنات وخليتها صافي طيب. في الساعه كطيب البنات راه بقات لي غير 10 دقائق المغرب تاذن. صافي هنايا البنات شوفوا راه طابت تقريبا، نسيت غير واحد شويه صافي. ايوا صافي البنات، هذا هو النهار ديالي اللي شاركت معكم، المغرب ديالي اللي شاركت معكم البنات، ومشاركت معكم داكشي اللي وجدته عادي البنات، اي مرة مغربيه كتوجدو في الدار. ايوا صافي هنايا الشوربه هنايا طابت البنات. ايوا صافي هنايا عمرتها في الجبانيه. صافي راه المغرب راه بقات ليها 5 دقائق تاذن. ايوا صافي هنايا راني عمرتها في الجبانيه. واحد الشوربه البنات ما شهيتكم بها، كتجي رائعه البنات. طلبوها من الاخوات وقلت علاش لا ما نشاركهاش معهم اليوم. البارح درت الحريره واليوم درت الشوربه. ايوا صافي البنات، هذه هي الشوربه ديالنا. غادي نعمر في الزلايف. وراني موجده الطابله ديال الفطور. المهم شاركت معاكم. هنايا بيتزا راني قاصاها. ايوا صافي هنايا البنات، هنايا راني درت السحور غادي نشاركو معاكم. ايوا صافي هذه هي الطابله ديالنا ديال الفطور. هما البطبوط اللي شاركت معاكم حتى هو عمرته بنفس الحشوه اللي درت بها البيتزا، كانت شاط ليا ودرت من فوق الفرماج ودخلته للفران. ايوا صافي والتمر والزلابيه ضروري خصها تكون في اي طابله مغربيه. ايوا صافي هنايا الفول قالت لي عجوجتي ديريه لينا، يعني كنت فورتو ليها والعصير. وهنا كنت عصرت التشين عادي، يعني غير عصرت ودرت فيه السكر. هذه هي الطابله ديالنا ديال الفطور، طابله بسيطه يعني، واتاي والباكيت. المهم البنات شاركت معكم الفطور ديالنا، وهذا هو الفطور ديالنا البنات. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتبارطاجيو القناه ديالي فضلا وليس امرا. وإلا عجبكم الفيديو خليو لي في التعاليق، نبقى نشارك معكم اليوميات ديالي ديال الفطور، كيفاش شنو كنوجد وكيفاش كنوجد البنات. ايوا صافي البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم. بصحه فطوركم. ايوا غادي من بعد ما نفطر، ما غاديش نقول لكم بالسلامه، من بعد ما غادي نفطروا غادي نرجع معكم في السحور. وهنا رجعت لكم البنات من بعد ما غسلت المواعن ودرت فلو. وهنايا شاركت معكم السحور ديالنا. هنايا درت الدجاج حمرته في الفران، وهنايا درت مع الزيتون والروا، ودرت معاه شويه ديال الفريز. المهم هذا هو البنات السحور ديالنا. ايوا صافي البنات، هذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو القناه ديالي فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف، والى فيديو قادم. ولا عجبكم الفيديو قولوها لي في التعاليق، ونبقى نشارك معكم دائما اليوميات ديالي في رمضان. وشكرا لكم بزاف البنات، والسلام عليكم الى فيديو قادم. ما تنساونيش البنات بلايك وتعليق.